ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناه يويو مجدي هاند ميد. لو اول مره تشوفوني النهارده ان شاء الله هنشتغل كوفيه جديده زي ما وعدت المشتركين معايا من فتره ان هنبدا نعمل شغل الشتوي. هنعمل غرزه لطيفه قوي. زي ما انتم شايفين اشتغلت جزء وهشتغل معاكم البدايه بتاعتها علشان اوريكم الطريقه ازاي واوريكم واحنا شغالين في النهايه الوضع ايه. اشتغلت بإليزا سوبريم اللي انتوا شايفينه، يستخدم معاه ابرة ممكن 4 أو 3، 100 جرام، وعدد الامتار فيه 320، ودي الحاجات اللي جذبتني ليه. ومع الغرزة بتاعت النهاردة هتلاقوها فرطت جدا، ممكن بقرة واحدة تعملوا فيها كوفية طولها حلو جدا، هيوصل ممكن لمترين، وهوريكم ده في نهاية الفيديو اما نخلصها مع بعض. سحبت الخيط من نص البقرة وهنبدأ نعمل مع بعض عقدة البداية بالشكل ده، وهبدأ ارتفع بعدد من السلاسل. عدد السلاسل لازم يكون يقبل الاسم على 3، لان غرزتنا المرة دي اساسها انها غرزة ثلاثية او بتعامل مع 3 ورا بعض. فهرتفع حوالي 27 سلسلة، ده العرض اللي انا اشتغلته من 27 ل30. تمام. من 27 ل30 هيديكوا العرض اللي انا اشتغلته بالظبط، وهوريكوا بعد ما نخلص العرض بتاعي طلع حجمه قد ايه. وبعد ما اشتغل عدد السلاسل اللي انا عايزاه هرتفع بسلسله واحده كمان اللي هي سلسله الارتفاع بالشكل ده، وهبدا اشتغل في كل سلسله تقابلني. هسيب طبعا بتاعه الارتفاع وادخل في اللي بعدها اعمل غرزه حشو تاني، هدخل في اللي بعدها واشتغل حشو. الغرزة اللي بعدها بدخل في خيط واحد او جهة واحدة من السلسلة واسحب الخيط واعمل غرزة حشو، وهكذا لحد ما اوصل لنهاية الدور. لان احنا المفروض ده هيبقى الاساس بتاعنا او زي الكنار بتاعنا، وهبدأ الغرزة بتاعتي يبان شكلها في الدور التاني والتالت، وبعد كده مش هيبقى حاجة غير تكرار لسطر واحد هنبدأ نشتغله بقية الكوفية كلها. وده فعلا هيبقى بعد كده كله تكرار سطر واحد ببقرة واحدة. هتشوفوا هنوصل لطول قد ايه بالعرض اللي انا عاملاه ده. كده اول سطر عندي ده زي الكنار بتاعي. اللي جاي بقى هنركز فيه اللي فيه الديتيلز كلها. هبدأ اعمل ايه؟ هبدأ ارتفع هنا 5 سلاسل، يبقى مش سلسلة ولا 2، لا 5 سلاسل، وهوريكوا ليه. تمام. هي دي كده ال5 بتوعنا، وهحاول اوضح لكم اكتر. هنلف الشغل بتاعنا، وتحت اول غرزة في فراغ بسيبه، بسيب تاني فراغ وبدخل في الفراغ التالت بالشكل ده واعمل حشو. شايفين كده ال5 بتوعنا اتقسموا 2 في العرض او 2 بالجانبي و3 بالعرض، وادخل في الغرزتين اللي بعد كده واشتغل حشو 1 2 3. بعد كده هعمل 3 سلاسل. يبقى احنا كده بقى هنبدأ في شغلنا اللي هو بتاع 3، واسيب فراغ والتاني وادخل في 3 فراغ واشتغل غرزة حشو. يبقى تاني مرة بندخل دايما في 3 فراغ، واشتغل غرزة حشو تانية واشتغل حشو كمان تالتة، يبقى كده 3 حشو، وارتفع 3 سلاسل واسيب الفراغ الاولاني والتاني وادخل في 3 فراغ واعمل غرزة حشو وارتفع تاني. بس هعمل الاول كمان غرزة حشو والتانية، يبقى 3 حشو و3 سلسلة. النمط بتاعنا 3 حشو 3 سلسلة، واسيب فراغ والتاني وادخل في التالت واعمل حشو، وبعدين حشو تاني، وبعدين التالتة كمان، وارتفع 3 سلاسل، وبسيب قصادهم غرزة والتانية وادخل في التالتة فراغ التالت واشتغل غرزة حشو وحشو تانية كمان وحشو تالتة، وابدأ اعمل 3 سلاسل. بعد كده هدخل في الفراغ التالت حشو زي ما قلت لكم ان احنا ماشيين كله 3، فباقي معايا بالظبط غرزتين اللي هدخل فيهم، لاني ظبطت العدد من الاول في عدد السلاسل من اول ما اشتغلت.
اهو شايفين كده كده الصف الاولاني عندي. طيب هنبدأ نرتفع ازاي عشان يبان لكم الغرزة اكتر؟ هنبدأ نرتفع هنا برضو ب5 سلاسل، لان انا عايزة اشتغل في الفراغ اللي بعد كده ده، فعايزة يبقى عندي ارتفاع جانبي وعندي عدد السلاسل اللي انا هعدي عليهم اللي هو ال3 غرز اللي انا هسيبهم دول، وادخل في الفراغ. يبقى ارتفعت 5 سلاسل وهسيب ال3 غرز اللي انا فيهم دول اهو، وادخل في الفراغ اللي انا كونته من الدور اللي فات، واشتغل غرزة حشو والتانية والتالتة. يبقى انا كأني عكست الدور بتاعي. وبعد كده هعمل 3 سلاسل واروح على الفراغ، هسيب ال3 غرز اللي قدامي واروح على الفراغ اللي بعد كده واشتغل فيه 3 حشو ورا بعض، وارتفع 3 سلاسل وادخل في الفراغ التالي واشتغل برضو 3 حشو، ارتفع تاني 3 سلاسل واشتغل في الفراغ حشو 3 حشو. يبقى بفضل ماشية بقى بسلسلة التلاتات، وارتفع 3 تاني وادخل في الفراغ اللي عليه الدور واشتغل 3 حشو، وهعمل 3 سلاسل وخلاص الدور بيخلص معانا. شايفين زي ما انتوا شايفين انا المرة دي الفيديو فعلا لا مسرعه على اي حاجة. هشتغل بقى هنا ازاي؟ شايفين احنا كان عندنا 5 سلاسل، هشتغل غرزتين حشو والتالتة هشتغلها انا معتبرة ان هنا عندي 2 ارتفاع، 1 2. هشتغل في تاني واحدة بالنسبة لي اللي هي الارتفاع، والحركة دي مهمة جدا عشان تبقى فردلكوا الجوانب بتاعتكم. او شيء هدخل من خيطين او من تحت تلتين السلسلة، يعني بدخل من خيطين من السلسلة واعمل حشو. شايفين كده السطر التاني بدأ يبان ازاي، والسطر اللي فوقيه هيبان لما نعمل دور فوقيه كمان، بس بدأت تظهر شكل الغرزة معاكم. الموضوع سهل جدا، ولو حد بجد مبتدئ هتبقى سهلة معاه جدا. المرة دي هنا هنرتفع برضو ال5 سلاسل بتوعنا، وهدخل هنا في الفراغ واشتغل 3 حشو وارتفع 3 سلاسل واشتغل هنا تاني 3 حشو وارتفع 3 سلاسل واشتغل برضو في الفراغ هنا 3 حشو و3 سلاسل، وبعد كده 3 تاني حشو. الموضوع بعد كده يعني سريع جدا، انتوا هتبقوا شغالين من غير ما تبصوا. فكرة انها مفرغة فده عمل فرق معايا في الخيط كتير، غير ان النوع الخيط ده في عدد الامتار كبير، ففرق معايا جدا جدا جدا، وهتشوفوا ده في الاخر. وصلنا للاخر، وزي ما اتعودنا هنعمل 2 حشو، والتالتة هعملها في تاني سلسلة تحت خيطين من السلسلة وحشو، وهبدأ ارتفع تاني. طيب شايفين اهو الشكل كده. كل الموضوع ما هو الا تكرار لنفس السطر ده بعلاه بنفس الكلام. طيب لو كان الفراغ ان انتوا ناهيين او عدد السلاسل اللي انتوا عاملينها ان النهاية كان فيها ان انا بقفل عند بعمل فراغ في الاخر، فاقدر ادخل في الفراغ ده وارتفع برتفع 3 سلاسل، وبعد كده اعمل غرزتين حشو في الفراغ اللي قدامي. وده كده القطعة اللي انا اشتغلتها اللي انا شغالة فيها دلوقتي. او شايفين الغرزة حلوة جدا. وانا هنا كان نفسي اوريكم، بس لو انه الطرف بتاعي طبعا الالوان بتاعتها تحفة جدا، الجنجة بتاعها تحفة جدا، بس النقطة المهمة اللي انا عايزة اعيدها تاني واكررها، لو كان الطرف عندي ناهي بعدد، يعني حسب العرض اللي انتوا عاملينه، لو نهيته الطرف بانه بعمل فيه 3 سلاسل واقفل، اقدر الارتفاع اللي بعد كده هشتغل ان انا لو هشتغل فوقيهم حشو هرتفع 3 سلاسل واشتغل غرزتين حشو. نقدر بقى بالطول ده، خدوا بالكم انا كل ده شغلاه ولسه الحب الكمية دي هعمل كمان الكمية دي
لاني ما شاء الله فارطه معايا. هعملها واوريكم الطول مواصل معايا لحد فين، ونقيسها مع بعض بالمزوره. والغرزه بجد حلوه جدا ومفرغه، وحبيت اوريها لكم هي كانها غرزه مايله، يعني اللي هيشوفها من بعيد مش هيتخيل ان الموضوع كله ما هو الا سلاسل وحشو سلاسل وحشو. والخيط مرن جدا وطري، يعني تنفع لاكتر من حاجه، وتنفع الكوفيات اللي على الرقبه وهتبقى طريه، وهتبقى هتدي طول كمان اكتر من ما احنا قايسين او اكتر من ما احنا شغالين. ومش هننسى ان احنا الطرف لسه هنظبط له الكنار بتاعه يبقى زي ما احنا ابتدينا بالظبط، بس ما نخلص الكميه اللي باقيه دي هوريكم الشكل هيكون ازاي، او النهايه بتاعتي تحت هتكون ازاي، عشان نخلي الشكل واحد زي الكنار ده. وهتبقى طريقه بسيطه خالص برضو، هنشوف كده مع بعض. وصلت كده خلاص لاخر الخيط بالشكل ده، وعايزه اظبط النهايه تبقى نفس المنظر. فهبدأ ارتفع 3 سلاسل ارتفاع عادي، واعكس الشغل، وهدخل في الغرزة اللي انا فيها. هشتغل المرة دي هندخل في الغرز اللي عندنا عادي، هنشتغل فيها حشو، والفراغ هنشتغل برضو فيه ال3 حشو زي ما هو. يبقى ال3 غرز اللي كانوا موجودين هندخل فيهم كل غرزة نعمل غرزة حشو، والفراغ هنشتغل زي ما احنا كنا متعودين كل فراغ 3 غرزة حشو. يعني من الاخر احنا بنملى كل الفراغات الموجودة تاني عشان يبقى الشكل مماثل، واقدر ان انا اشد الابرة معايا شوية لفوق حاجة بسيطة، بحيث اخلي اطوالهم كلها كطول غرز متساوية. الفيديو المرة دي جميل وسريع، وانا الصراحة كنت معجبة بالغرزة، ولما نفذتها اعجبت بيها اكتر، مع انها غرزة قديمة ولقيتها موجودة في الكتب من زمان بس ممكن مش متكررة قوي. ورغم ان هي بجد مع الخيوط سواء خيط سادة او جنجاه هي عاملة رسمة حلوة وعاملة فورمة، وفي نفس الوقت سريعة في الشغل، وفي نفس الوقت بتوفر خيط ومديها شكل حلو جدا وطول كمان مع الكوفية. حتى لو انتوا جبتوا خيط طوله 2 متر هيفرق معاكم برضو ويوفر معاكم في الخيط كتير. وكده خلاص قربنا نوصل للنهاية. ونشتغل لحد اخر غرزة بالظبط هنعمل فيها حشو، وبعد كده هنبقى نعمل منزلقة واقص الخيط بتاعي، وكده يبقى الطرف بقى شبه الطرف بالظبط خالص نفس الوضعية. ونقدر بقى لو حابين ونبقى عايزين نعمل شراشيب، خدوا بالكوا دي كمان يعني خيط كمان باقي، ممكن نزود ادوار تانية، بس هقيسها لكم عشان تبقوا شايفين الطول بتاعها والعرض قد ايه. فكده المزورة احط من اول الطرف، نفردها ما شاء الله. لو زي ما انتوا شايفين طويلة وكده، يعني هي مش مشدودة كمان، يعني هي لو اتشدت هتبقى اطول من كده. وكده خلصنا المتر بتاعنا، وباقي جزء كمان. جزء كمان يطلع اطول من كده بكتير. والعرض زي ما انتوا شايفين حوالي 17 سنتي. يعني كده بنتكلم انها طولها
150 وجزء كمان غير الخيط اللي انا معملتوش، يعني نتكلم ان هي حوالي مترين. طبعا عجبتني جدا، مكنتش متصوره انها تبقى بالطول ده. بقرة واحده بغرزه كلها تكرار كل سطر. فاتمنى انها تعجبكم، ياريت لايك للفيديو وشير كتير، واستناكم الفيديو الجاي.